هل تعلم أن شركة شي إن عملاق الموضة السريعة الذي يغزو العالم بأسعاره الزهيدة تواجه اتهامات خطيرة بسرقة التصاميم؟ خلف الألوان الزاهية والمنتجات المنتشرة في كل مكان هناك قصص يرويها مصممون مستقلون يقولون أن شي إن نسخت أفكارهم حرفياً من الأشكال والنقوش وحتى تفاصيل الخياطة الدقيقة. في السنوات الأخيرة ظهرت عشرات الشكاوى من علامات تجارية صغيرة تتهم الشركة بأنها تراقب الاتجاهات على الإنترنت ثم تصدر نسخاً متطابقة خلال أيام وبأسعار لا يمكن منافستها. بعض المصممين نشروا صوراً مقارنة بين تصاميمهم الأصلية ومنتجات شي إن، والنتيجة كانت صادمة. ورغم أن الشركة نفت هذه الاتهامات فإن الجدل لا يتوقف. هل هو مجرد إلهام من الموضة المنتشرة على الإنترنت؟ أم سرقة إبداعية متعمدة تستغل المبدعين الصغار؟ في عالم الموضة السريعة، الحدود بين الإلهام والسرقة تبدو رفيعة جدا، فما رأيك أنت؟ هل ترى أن شي إن مجرد شركة ذكية تعرف كيف تواكب السوق؟ أم أنها تتغذى على أفكار الآخرين؟ اشترك في القناة، فالعالم وراء الكواليس أغرب مما تتخيل.